مش عن منتج ولا عن مرحب شهر الصوم ولا عن توعية ولا عن حديث نبوي ولا عن قول مأثور ولا آية قرآنية. لا، اللي أنا مستغرب له ده إذا خطيب خطب خطبة زيادة خارج الخطبة بتاعت محمد مختار جمعة الحرامي بيتمسك، فما بالك بالبناية نفسها، بالمعمار نفسه يتعلق عليه الإعلان ده؟ امسك أعصابك كمسلم واتفرج على الإعلان ده. أيوه صح، صافيناز على المأذنة، ما بين المأذنة والقبة. يعني اللوحة الدعاية عبارة عن فيديو متحرك لصافيناز الراقصة على المأذنة، ما بين المأذنة. يعني هنا في الأتراك بيعملوا الحكاية دي، بيعملوا الإعلانات دي، بس بتبقى فيها الله أكبر، صلي على يعني حاجات إسلامية. السؤال بقى، مين الجسور الجريء اللي خد إذن وركب وطلع المأذنة ودق مسامير وعال؟ ما هو ما عملش ده يعني ذات ليل، ده عمله ده في وضح النهار. ده اطلع يا ابني، لان المسجد ده له مجلس اداره على فكره، هو مسجد تاريخي، ده مش مسجد حديث البناء، لان القبه دي زي قبه المماليك كده والحاجات دي. يعني المسجد ما هوش طراز حديث، واضح انه مسجد قديم، وواضح ان في مولد تحته. يعني انت لما تفتح الكادر، لما الراجل اللي بيتكلم يفتح الكادر، واضح ان في مولد حد تحته، مولد بقى من الموالد اهو. بص، في ناس نصبه بقى وبتاع ولوح وكده. فالراجل طلع يعني دخل المسجد، سلام عليكم يا الراجل اللي بيأذن واللي بتاع بيقيم الشعائر، ونطلع يا عم علق ودور. وخلي بالك بقى ان البتاعه دي مش مجرد لمبات، ده ليها جهاز تحت. يعني البتاع الاعلان ده مش مجرد توصيله سلك وصلها بالكفرير فتلقط كهرباء، ده ليها ريسيفر كده، يعني ليها جهاز تحت هو اللي مدور القصه دي. مين بقى؟ مين اللي عمل كده؟ يعني مين اللي عمل العمله دي كده؟ هي وسط المساجد بيتحط عليها اعلانات الرقصات؟ ده الكلام ده يا جماعه كنا بنسمعه في الكتب، والله ان في رقاصه في سنه كذا ولا في العصر الكذا ودخلت على العابد الزاهد فقالت له، والله كنا بنسمع القصص دي ونقراها، لكن لم نكن نتصور ان احنا في عصر بيتعمل فيه المسجد كده واكتر من كده. فاذا نزعت، زي ما قال الشيخ محمد الغزالي، اذا نزعت من العرب الدين